الماضية، حيث اعتدنا على خروج مبكر لحامل اللقب، على عكس ما يحدث الآن مع مبابي، مع منتخب فرنسا، مع ديدييه ديشان الذي يعادل رقم سكولاري في الفوز في 14 مباراة في كأس عالم، في إنجاز كبير على المستوى الشخصي. مدرب المنتخب الفرنسي الذي يشترك الآن في هذا الحديث المبتسم مع مبابي نجم المنتخب الفرنسي، وأيضا مع حكيمي الذي قدم بطولة كبيرة، ونعرف جميعا أنه تحامل على نفسه من إصابة كبيرة كان قد تعرض لها خلال هذه البطولة. النتيجة النهائية هي تأهل منتخب فرنسي، كان مرشحا للفوز بهذه البطولة، كان مرشحا للوصول إلى المباراة النهائية بمجموعة كبيرة من النجوم في أبرز الأندية الأوروبية. هكذا كانت فرحة نجوم المنتخب الفرنسي بهذا التأهل، هكذا ارتدى مبابي قميص حكيمي فخورا بزميله على ما حققه في هذه البطولة. وهنا حديث، لن نقول حديث وداع، بل حديث تقدير، حديث محبة، حديث اعتزاز، وحديث تقدير